إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا بدءا من الآية 18 من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. صباح يا اخواتي، احلى عالم بالعالم. انتم ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. وده فلوج سنه تانية ما حبيتش اقطعها عاده. وفي بدايه الفلوج كده عايز اعرفك ان انا بعاني قبل ما بوصل للجامعه، حرفيا مسافه اطول بكتير من فلوج السنه اللي فاتت. سكن النباضي اي نعم كويس جدا عن السكن بتاع السنه اللي فاتت، ولكن مسافه بعيده. فضلنا نمشي لحد ما هوبا مره واحده ظهرت الجامعه. ها هي جامعتنا المفضله BUC. عايز دلوقتي اوريك الفيو جامعه الصبح وقد ايه الطريق بيكون زحمه. دلوقتي احنا داخلين البوابه، وعايز اعرفكم تنويه، انا متاخر على المحاضره. دلوقتي ماشيين الحمد لله، وصلنا لكليتنا الجميله. على طول دخلنا البوابه وهوبا درجن 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 درجن. ايه ده مش الدور التاني. كمل. 2000 years later. يلا بينا، الحمد لله وصلنا للدور التالت. الله 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 الله، ده كله مستني المحاضرة. وهنا الحمد لله يا اخواتي دخلنا المحاضرة بعد ما بجد الدكتور خلانا نكتب اسامينا عشان لو جينا متأخرين المرة الجاية بصراحة مش عارف ايه اللي هيحصل. بس احنا دلوقتي في المحاضرة. يا رب دكتور ما شوفنا واحنا بنصور. احنا كنا بناخد محاضرة فارماكوجنيتو. اوكي، دلوقتي الدكتور بيقول لنا اني كويستشن، اي حد عايز سؤال. الحمد لله خرجنا المحاضرة اخيرا، ولكن دلوقتي علينا محاضرة تانية بعدها على طول. واقفين مع اصحاب اوتفيت شيت وهنا المشرحة اللي ندخلها التانية. رمضان اكبر اسطوره رمز المنوفيه. وهنا قبل ما نبدا المحاضره اخويا عبد الله من EBSF، ده اتحاد طلبه في كليه صيدله، كان بيدينا نبذه عن اتحاد الطلبه اللي هو EBSF باختصار. وعامه انا في الاتحاد ده، وشرف ليا كبير ان انا اكون في الاتحاد ده. فهو كان بيتكلم باختصار عن ايه هو EBSF، ان هو احنا مثلا موجودين في 40 جامعه في مصر، وان EBSF ده موجود بقاله 43 سنه، وموجود في جامعه BUC من 10 سنين، ودي السنه ال11. وقد ايه EBSF حاجه مفيده، وهي عامه جمعيه خيريه بتقدم للطلاب سوفت سكيل كتير جدا. بقول لك ما تمسك صورني كده. يا الله تسلم. واخيرا خلصنا نفس اليوم الحمد لله. يلا بينا عشان هنفطر فطار دلوقتي. ده وقت فطارنا، ايوه كده حسب محاضرتنا حسب اليوم. دلوقتي الساعه 1:30 تقريبا. هنفطر طبعا من ابن البلد، حاجه من السبت حرفيا يعني. عندك ابن البلد، باب الشام، بكار، كل واحد بيتميز بحاجه معينه. فانت مثلا هتفطر سجق وكبده وسندوتشات فينو كده، فابن البلد موجود. هتفطر سوري، باب الشام لا يقارن. هتفطر بقى فول وطعميه وكده، عليك وعلى بكار. الحمد لله هضمنا، ويلا بينا عشان هنكمل بقية اليوم. قابلت اخويا عبد المحسن وعبد الرحمن محمد عبده. لقطات شوية للBUC عامة، بجرب كده الاحترافية. طب في عيد الميلاد يا عبود عندك كام سنة؟ ابو السيد 20. يا نهار ابيض. والله ده في شهر كده، ده يوم 19. هكمل 20 يوم 11. يوم 11 10. انت اكبر مني بقى بكتير. اخويا الكبير يا شباب، اخويا الكبير 4 شهور بس بكتير. انت والله بجد؟ والله 4 شهور. انا شهر 2 بعدك على طول. والله 2006 شهر 2. انت كده 4 شهور فعلا. انت كده 2005 شهر 10. يس عبده. اخويا ابو محسن المنشد والمقرئ القادم لاذاعه التلفزيون، تمام، واذاعه القران الكريم. واخد بالك يا ابني من التواضع؟ واخد بالك من التواضع؟ مش قادر يرفع حيله من التواضع. وده فاصل تصويري حبيت اعرفكم ان انا كنت مختفي الفتره اللي فاتت، والصراحه ما كنتش مختفي بمزاجي، بس الحمد لله يعني. اهم من ان انت اختفيت فتره ان انت فعلا تبدا ترجع تاني
وتشوف الدنيا تمشي معاك ازاي. بس الحمد لله يعني اتمنى من ربنا ان ربنا يوفقني، ومن النهارده التزم بكل حاجه ورايا عامه. وعشان زي ما قلت ان فعلا ده نص اليوم، فحان وقت الصلاه، صلاه الظهر ان شاء الله. وبس كده، بعد صلاه الظهر على طول هنروح السكشن، وده وقت السكشن اخر سكشن من 2:30 ل 4:30، سكشن دوزج. بصراحه السكشن كنت متحمس ليه جدا عشان الدكتور قالت فيه حاجات خطيره يعني. بس تقريبا مش الترم ده هنبدا بقى نحضر اول ادويه في حياتنا، والترم ده والترم الجاي تقريبا هنحضر ليكويد بس السيرب. فمتحمس جدا للدوزج. وبس كده، يلا نغير اللاب كوت عشان حان وقت الايه اللاب. يا الله، الحمد لله اخيرا اليوم خلص. ده اخويا احمد محمد عزت، صديق الحبيب. والحمد لله اليوم خلص، اخر ناس ماشيه في الجامعه. بصراحه اليوم ما كانش خلص قوي عشان هنا الاكل اللي بنعمله في السكن بصراحه مش يوميا، بس دي لقطه كانت جميله، وفعلا انا بحب السكن ده جدا. وبس كده، سلام، اشوفكم في فلوج جاي. اتمنى لكم ليلا سعيدا.